نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ نحكي من الصفر بالنسبة لموضوع ببجي. أول شغلة بدك تروح تنزل المحاكي جيم لوب العالمية، تكتب جيم لوب وخلاص تيجيك العالمية اللي فوق بتنزلها، تتأكد إنك منزل عالمية. هذه أول خطوة نبدأ فيها. نبلش بسم الله، نفتح الجيم لوب. حاول دائما لما تفتح الجيم لوب تفتحه تشغيل كمسؤول. ليش تشغيل كمسؤول؟ طاقة الجهاز كلها بتروح للجيم لوب نفسه، بتعطيك سلاسة أفضل، حركة أفضل. قول نعم. حنبدأ الحين أول شغلة من غير أي برامج أي شيء ولا أي شيء. كيف النظام عندي؟ بنفتح ببجي، نقول بسم الله. هذه برامج وهمية على الفاضي، أنا جربتها وحدا يعني مش مفعلة. الحين بدي أحكيكم بعديها على برنامج جي في إكس تولز. هذا يعني لازم تستعملوه، جربوا. حنبلش مع بعض أنا على طبيعي من غير البرنامج. الحين شوف ايش بيعطينا. حيعطينا على الطبيعي عشان انا نظام لابتوب، شرح هذا لللابتوبات خاص، وبنفع كمان للمحاكي الطبيعي، بس لللابتوبات انا احاول افيدهم قدر المستطاع. الحين فتحنا، حيعطيني الطبيعي 60 فريم وانا مفعل كل اشي. طبعا احنا قبل ما ندخل على اللعبة بدك تتأكد دايما تروح على الاعدادات. ركز معاي، السيتنج. نبدأ من الصفر. هذا كله تفهم كيف. حاول تكون عامل زيي، بتفعل كل كيف مواصفات جهازك. طبعا دائما تعمل نظام دايركت اكس 11 بكون غالبا هو. تنزل تحت، هذا كله خليه اوف اوف اوف، كله مسكر. هذه اهم شغلة. بدك تتوافق هذه مع الريزولوشن تاعت جهازك. الحين انا عندي 1920 ب 1880. انت طبعا سهل بتروح على السريع على اعدادات العرض، بتشوف كيف الشاشة عندك كيف النظام. انا عندي هي 1900، لازم اتوافق معها. اذا عندك كانت اي نظام غير هيك بدك تنقلها في الجيم لوب. كويس كويس. خلصنا من هنا على السريع، بنيجي هنا اعدادات العرض. زي ما انت شايف، هذه الشغلة المهمة. كيف مواصفات جهازك؟ اذا عندك كرت خارجي نفيديا اي ام دي، اي كرت فاعل الاخير، او بتفاعل اتش دي 1080. بس انا عندي كرت شاشة عالي الحمد لله الحمد لله، مفاعل 4K. بنيجي تحت اتش دي، اهم شيء 90 فريم. خلصنا هذا كله قبل ما تفتح اللعبة. طبعا انا فتحت مثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين لو اجينا على نشوف ايش الفريمات عندي. هي الفريمات عندي 87 في الداخل 90، بس في الداخل اللعبة بيعطيني 60 فريم، ما بيعطيني 90 فريم. الحين بقدر افعلها ويعطيني 90 فريم، وحقول لكم كيف النظام خطوة خطوة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم من جديد. الحين اللهم صل على سيدنا محمد. وين بدنا نروح الحين؟ بدنا نروح على ايش؟ الاعدادات والحساسية. بدنا نيجي للاعدادات. عندي الحساسية بسم الله. أنا بعملها 40 39 38 حسب كيف الماوس عندك وأنت بدك تعاير. بنفعش أنا أقول لك اعمل زيي بالضبط، هذه افهمها شغلة. الحساسيات عندي كيف؟ 11 منظور 4، هذا دائما بخليه من 5 إلى 6 عندي. منظور سكوب 8، سكوب 3 من 9 ل 10 ل 11 حسب ماوسك زي ما قلت لك. حسيت الإعداس هذه برضو بتفاعلها. أنا كنت أفصلها أعملها تعطيل، بس لقيتها بتفيد، ركز عليها برضو. خلصنا من الإعدادات الحساسية. كويس. نيجي للحاجات مهمة هذه. طبعا تفعيل نظر الخاطب، هذه مهمة الكل بيعرفها. هنا أهم شغلة، هذه بتقدر تلعب فيها زي ما بدك. أنا كنت أخليها 100، برا بخليها زي هيك. هذا بتخليها عصري. هنا بتلعب فيهم بتكون زي هيك، بتلعب فيهم حسب إيش انت لحالك بدك تجرب كل شغلة حسب كيف لعبك. هنا بتخليها عصري، هذا كله بتسكره. هذا بتكون عندك هي الأصل هيك، خليها هيك دايما. عندك محجوب من ورا الجدار بتكون هيك، تعمل لها تعطيل. هذه بتكون غالبا تفعيل. اعمل لها تعطيل وشوف الفرق، وارجع اعملها تفعيل وشوف لعبك. بس غالبا اعملها تعطيل وركز على كلامي، اعملها تعطيل. خلصنا من هنا. الحين لو انا دخلت على السريع كبر، شوف ايش بده يعطينا الحين. كم فريم داخل اللعبة؟ يعطيني 90 60 فريم.
على السريع مش هنكمل الجيم، نشوف كيف السلاسة، وبعد ما نفعل السلاسة انت هتحكم مين الأفضل. Team match, let's go. لاحظوا لما نفعل البرنامج دي في اتش هتشوفوا بقى. ماشي. The blue team has scored for the first time! Reloading! Watch out! تقريبا السلاسة انا بس بدي اوريكم كيف. Dead! Enemy down! في شغلة Target down! عشان برضو بدك تكون سليم، بدك تركز يوم تكون فاضي تحمل كل الموارد. ريح راسك، ريح راسك، لانه لو سبت اشي مش محمل حيضل مرات تلقائي، ما هو بكون تلقائي غالبا. انت بقى في شباب بتشيل الصح، بس انت لما تكون محملهن كلهن بكون افضل لك وبتريح راسك، بكون اللعبة اخذت كل صورها وكل النظام القديم والحديث وكل ما يلزم للعبة. خلصنا من القصة هذه. الحين بدنا نخليه 90 فريم داخل اللعبة ونشوف الأداء والسلاسة. البرنامج الحين الشغل المهم. بسم الله، يعمل زي هيك، تخرج من اللعبة، سكرها خالص، يجي على المتجر، افتح المتجر، طبعا مرة المتجر بيفتح الحين، بس لو انت تغلبت ايش بتسوي؟ تفتح اللعبة من البداية، F9، فتح، فتح المتجر، تأخر شوي. اوكي، هقول لكم طريقة تانية برضو لو انت، خلينا على الطريقة اللي بقول لكم عليها. تحط F9، تيجي تكتب هنا، تدخل هنا، وين في هنا بعدين جايبها ترجع لنا. طيب ماشي، ماشي اوكي. اكتب، هي موجودة عندي كانت بالأول، اكتب بس ما عليك تكتب جي اف اكس تجيك لحالها. انت عشانك محاكي طبعا بدك تنزل اهو، شايفين هذا بكون لازم ينزل عن طريق ليش الأربعة آخر إصدار 4.6، اضغط عليها كويس. طيب. نحولنا على المتجر، تعمل له تنزيل عادي، انستول. انا كان عندي كنت شغال عليه بس حذفته
عشان ابدا من الصفر تعرفوا كل شغله كيف تمشي مع البرنامج هذا. البرنامج هذا طبعا انت كيف مفعل، تيجي بتختار النسخة العالمية، يجي فوق هنا اختار الريزولوشن بتاع شاشتك. في ناس بتعمله للفول اتش دي، بس خليك على نظام الريزولوشن افضل. تيجي هنا انت ايش مفعل، السلاسل اللي هي السلسة السموث دي بتعملها. اذا انت عندك مفعل اتش دي ار بتفعل الترا. انا بفعل مفعل اتش دي ار، بفعل اتش دي ار كويس. بنيجي هنا كمان شغلات مهمة، هنا بتفعل 90 فريم. إذا أنت كيف، إذا شاشتك بتدعم 90 فريم بتضغط 90 فريم. كيف بدك تعرف إذا شاشتك بتدعم 90 فريم أو 60 فريم؟ نقول بسم الله، ننزل تحت هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. بنيجي بنعمل إيش؟ وين عندي على ويندوز 11؟ أنا كنت شغال على ويندوز 10. إعدادات العرض، أيوة، يجي إعدادات العرض هنا، إعدادات جهاز العرض المتقدمة، تضغط عليها. آيات اختيار معدل التحديث، الهيرتز اللي هنا أنا عندي بتدعم 144 فريم. أنت عندك ببين إذا كانت عندك 144 بتقدر إيش تفعل 90 فريم. إذا عندك بس 60 خلاص اشتغل على 60. خليك أنت جهازك بدعم 60، تقولش تبعبش ولا تخربط. اتفقنا على هذه القصة؟ سكرنا، نرجع نقول بسم الله، نرجع للجهاز. هنا أنا فعلت 90 فريم. هنا أهم شغلة، هنا فعلها حسب قوة جهازك، 2 أو 4 أو 7 ديفولت، تلعبش فيها أنا برضو بديش. هذه مهمة، هذه أنت بتشتري ملون ولا كلاسيكي؟ الغالبية العظمى بيشتري ملون، بتضغط على هذه كلر فول كويس. خلصنا هنا، عملنا هذا الشغل، باقي الشغلات اللي سيبك منها تلعبش فيها، تلعبش ولا فيها. تنزل على الأخيرة تعمل لها انيبل على سبت، ما ترجعش تعمل اعدادات في كل مرة. عملنا انيبل، خلصنا، ما تشتغلش فيها. في هذه للمية بيعملوها انيبل او ديسيبل، خليها انا بدي افتحها انيبل مش هتأثر كويس. نعمل اكسب، تكمل معي نفس ما أنا بشتغل. تيجي تعمل هنا كلير داتا على اول واحدة، بتضغط عليها كلير داتا، مسح كل الداتا. اوكي اوكي، خلصنا. تعمل خروج، خروج، تدخل. دخلت الحين، دخل من البرنامج. اوكي، الاو الاو، خلصنا الحين. عمل الحين ما تلغاش مكمل اللعبة من البرنامج، اطلع على السريع، اطلع، اطلع، ضلك تدخل اللعبة بطريقة صحيحة. تدخل اللعبة الحين حيدخل معانا نظام 90 فريم داخل اللعبة. فيها تكبير، قبل ما نعطيها تكبير بنفتح الفريمات نشوف قدرت تطلع معانا. ايميلك، طريق الفيسبوك، بنعمل اعدادات ما في هذا. بعد نوقف الصوت الموسيقى ظني نلغي نوقف على السريع. طبعا الكل عارف عن نيجي على السريع. ياسر التحكم قبل ما تبدأ بتعمل إعداداتك اللي هي اللي كانت زي كانت بالأول، زي ما كنت تشتغل فيها. خليها زي هيك 75، هذه بتخليها تقريبا زي هيك. انت بتقدر تلعب فيهم مش زي بالضبط، يعني انت هذا التدريب بتظبط كل شغلك. العصر بتخليها، هذه بتخليها تفعيل، محجوب تعطيل، قلنا هذه بنعطلها كويس. خلصنا. هنا نيجي لإيش؟ هي شايفين اتش دي ار قوية، انا ما وريتكلش اياها بالاول بس هي كانت هيك بالضبط، هي كانت هيك بالضبط كويس. هي كانت هيك بالضبط بس كنت مفعل انا هذا على البرنامج، لغى هذه، خلاها اغلى كويس. طيب
وانت لما فعل هذا على البرنامج خلاه ايش عظيم كويس. الحين نيجي للحساسية، نرجع لحساسيتنا على السريع. انا كنت ارجعها زي ما كانت، امر بسيط يا اخوان. سكوبات كلش زي ما كان، هذا بنخليها 5 زي ما كانت 6. خلصنا هذا بنعمل له تفعيل. خلصنا بنيجي للتصوير، انا بخليها ابيض طول عمري بلعبها اخضر. خلصنا. هنا ايش ضايل في شغلات لو نسيناها ذكروني، يعني تقريبا. شوفوا كيف الاداء الحين. الحين حيعطيني 90 فريم. Nice shot! Cover me! ما شاء الله. Target down! Nice shot! Reloading! Enemy down! Cover me! Killing spree for the blue team! شوف لما فعلنا البرنامج لاحظوا البنك وصلنا كده، البنك كان 60. البرنامج هذا شايفين كيف ما شاء الله Reloading! ماشي. يا شباب اللي شايفين ما شاء الله البنك كيف. ما شاء الله. Cover me! Reloading! الواحد بس. Killing spree for the blue team! احنا مش هنستنى يعني نكمل اللعبة. طيب مش هنكمل. حسيتوا البرنامج هدى شوي، في سلاسة. بدي انزل عشان كنا فاتحين من المتجر. اوكي ما يهم. احنا هنسكر كل شيء عشان ايش نطلع من هاللخمة هذه، عشان كنا فاتحين اكتر من شغلة. هنسكر هذا، نرجع تاني على السريع نذكركم بالاعدادات. نقول تشغل تشغيل كمسؤول دائما. الحين انا فهمتكم تقريبا الشغله كيف بدي اشغل اللعب والقصص هذه. في شغله لازم انت عشان تحافظ على البنج عندك السلاسه، في شغله كل يوم بدك تسويها او يوم بعد يوم، كل يوم كل يوم كل يوم. تيجي بتفتح الجهاز الكمبيوتر، تيجي تعمل خصائص كويس، تيجي تعمل ادوات، تعمل تحسين للسين لو في اللعبه هياته تعمل له تحسين. هذه شغله مهمه. خلصنا اغلاق، سكرنا. خلصناش لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي بتعمل إشارة الويندوز مع حرف الآر رن، تفتح رن كويس. تيجي أول شغلة برفكت، هذه الكلمة هذه مهمة كل يوم بدك تفتح تعمل كنترول A ديليت كله تحت. خلصنا آخر ملف بضله تعمل له تخطي. خلصنا كمان مرة نفتح الران، تعمل تيم بالمية طبعا زي ما هو موجود. كنترول ايه ديليت. خلصنا هذه الشغلات كل يوم حاول تتعود عليها يا معلم. وتيجي كمان مرة بتعملها، تعمل تيم لحالها، يعني بكونش فيها كتير غلبانة، مش قصة برضو بنحذف. خلصنا. خلص
نعمل تحديث، ونشوفكم على خير في شرح جديد، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا عادي لا يهم، اعمل لايك وتنساش أهم شغلة دائما إفراغ سلة المحادثات مهمة 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 جدا. كويس يا شباب؟ أي شرح جديد، أي تعقيب، أي قصة بأي جزئية، أي نقطة بدكم أوضح لكم إياها قولوا لنا إياها. السلام عليكم.